انهضي، فالحياة لن تمد يدها لتعينك، لذا عليك أن تمسكي بيدك وتتكئي على نفسك لتنهضي، فإن ضعفت أمامها جارت، وإن هزمت بخصامها بغت. فالحياة قاسية ولا ترحم من خذل أمامها. تحركي، فما زالت حلقات مسلسل أيامك جارية بقناة الحياة، ولن تنتهي حلقاته إلا حين يموت البطل، وأنت ما زلت على قيد الحياة. فاحذري أن ترضي بدور الضحية، واختاري دائما أن تلعبي دور البطولة والبسالة في وجه الحياة. حاربي ولا ترضي بأقل مما تستحقي. قاتلي قسوة الحياة وعاندي بؤسها، فأنت عظيمة وتستحقين هذه الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بنات، عاملين ايه؟ انتوا عارفين يا بنات الفيديو ده بجد يمكن يكون من اكتر الفيديوهات بجد اللي طالعه من قلبي. عارفين يا بنات لما سبحان الله لما جوزي اتجوز عليا كنت فاكره ان حياتي انتهت واتهدت بقى، وان عمري ما هعرف اضحك ولا اعيش تاني براحه خالص. عارفين كان عندي سؤال كده كنت دايما مركزه عليه، كنت اقعد اقول لنفسي ليه حصل كده؟ طيب ليه اصلا انا بالذات؟ لكن مع الوقت بصراحة اكتشفت ان دي اكتر حاجة كانت بتوجعني، مش الحدث نفسه، مش الموضوع التعدد نفسه، لكن التعلق الشديد بتاعي، وان انا ربطت راحتي وسعادتي بتصرفات شخص اخر. سبحان الله، كنت كل يوم بستنى مثلا كلمة تصرف يرضيني، لو ما حصلش كنت بتعب جدا 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 وبكبر المواضيع. وبصراحة لما بدأت أرجع لربنا واهتم بنفسي وبوقتي، فحسيت ان قيمة الإنسان مش بتتحدد بس بوجود شخص في حياته أو قدراته. اني اتعلمت المقارنة، يعني حتة ان انا اقول مثلا ان انا بقارن او احط نفسي في مقارنة، لا دي ملهاش علاقة خالص ولا بتحدد قيمة شخص خالص ابدا، بالعكس بتسرق راحة القلب. وكنت كل ما ببص لغيري بصراحة بتعب، لكن كل لما ابص لنفسي زي ما قلت لكم ببص في الورقه بتاعتي برتاح، وبحس ان انا لما بشتغل على نفسي بحس بسلام اكتر. بصراحه مش بقول ان الطريق سهل، ولا ان الانسان يقدر يقوم من جديد ويعيش حياه فيها رضا وسكينه، لا مش قصدي كده، مش قصدي. بس هي الفكره بان هي تجارب وتجربه كبيره ويمكن بتضايق ناس كتير ويمكن لمست ناس كتير. فلو انت بتمر بنفس التجربه بجد احب اقولك حاجه، ما تخليش حياتك كلها تدور حوالين شخص واحد. اهتمي بنفسك، قربي من ربنا، اعملي لنفسك هدف او رساله تعيشي بصراحه عشانها، ويكون ليكي شغف انك تقدري فعلا تكملي عشان الحاجه او الهدف بتاعك ده. سبحان الله، يمكن تكون الحقيقه اللي انا عرفتها بعد ما اتجوز عليا يعني تكون هي دي، ان انا ازاي اعرف اشتغل على نفسي واحبها اكتر، وان انا اقرب من ربنا واعرف ان انا احب ربنا ليه يعني تمن. والابتلاءات سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله يقدر لنا وينهيها من حياتنا في يوم من الايام، ان بعد الصبر جبر. سبحان الله. بس بصراحه لو الفيديو ده لمس قلبك او حسيتي انه ممكن مثلا يفيدك او يفيد حد تعرفيه، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتكتبي في التعليقات ايه اكتر حاجه او اكتر درس اتعلمتيه من اصعب موقف مريتي بيه في حياتك، مش بس خالص التعدد، ممكن يكون مواقف تانية خالص. وبجد بشكر الناس اللي بجد بتحب تشارك الفيديوهات وبتاخد الشير لاصحابها وبتقول لاصحابها على القناه انا بحبك جدا جدا جدا. جزاك الله خير عني يا بنات، بجد انا بحبكم جدا، يعني الله يسعدكم زي ما بتسعدوني. زي ما انتوا بقى شفتوا كده في المقتطفات في بدايه الفيديو، النهارده عندنا الفيديو ده كلمه قمر قليله. يعني انا عندي هنا فلوج الحاجات الصيفي اللي مطرقعه الدنيا، انا هوريكم حاجات. امسكوا نفسكم وامسكوا محفظتكم علشان انا مش مسؤوله. هنعمل جوله في جاريلي بورتو ديكور، الحاجات الترند بتاع الصيف اللي مجننه البنات كلها، الحاجات اللي احنا هناخدها معانا واحنا رايحين الجيم والناس اللي سألونا على الجيم. كمان في الفيديو دون في بعض اللقطات وحاجات تحفه، وكمان مشتريات، وهقول لكم كل حاجه بالظبط وبالتفصيل. هنا كده زي ما احنا شايفين كانت هنا همس كنت بتعمل نسكافيه. هنا كل المقطع دون سواء النسكافيه او سواء الطبخ كانت همس هي اللي بتقولي ايه انا هخترع وهعمل لكم حاجه حلوه. قلت لها يلا يا بنتي توكلي على الله وهضحكوا على حاجه. هتيجي اللقطه اللي هي همس بتعمل مكرونه، ففي لقطه اللي هي ايه بقى، بقول لها همس المكرونه كانت بيضه بقت حمرا ازاي، فين يا حبيبتي المقطع اللي انت حطيتي فيه الصلصه؟ قالت لي قولي لهم همس خلقها ضيق وبتتعصب وخلصت مره واحده. فمعلش بقى شجعوها في التعليقات البنوته الجميله عملت لنا حاجه، فشكرا. يعني طبعا زي ما انتم شايفين طبعا القمر ده اللي هو بتاع المطبخ، الديكورات الليمون الجميله دي من عند برده بورتو ديكور. ما احنا النهارده بقى احنا طالعين مع بورتو ديكور، فكل الديكوريشن ده هاخدكم فيه جوله
جوله بس مش النهارده، يعني خلينا النهارده في الحاجات التانية، بس ده هوصف لكم وهحكي لكم، ويعني هتلاقوا حاجات يعني بالتفصيل، تفصيل الممل خلاص. ان شاء الله استنوا الفيديوهات الجايه. لو حابين اسئله او حاجه اكتبوها لي، هعمل تاني. ايه رايكم اعمل بوست تاني للاسئله؟ ماشي، ونحطه مع بعض وكده، وهقول لكم فرشت ازاي والحاجات، وهنحكي كل ده خلاص. كان في بنوته جميله سالتني كذا سؤال. هي فكره ان انا مثلا ازاي ابدا اظبط الصلاه بتاعتي، هي بالتعود، وان انت تعملي الموضوع تدريجي. عارفه فكره لو انت فكرت ان انت مثلا وانت واقفه هنا كده سبحان الله، واقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، هتحسي فعلا سبحان الله ان عظمه الشعور بالله سبحانه وتعالى هتخليكي فعلا تصلي. فهماني؟ نيجي النهارده نتكلم على حاجه قوي حلوه جدا وحاجه جميله ومعلومه انا عرفتها قلت اعرفها لكم، الاستغفار. عارفين يا بنات ان انا عرفت ان في معلومه ومحدش يقول لي هو ايه الدليل بتاعها، ده اجتهاد شخصي من حد حس ان المعلومه دي تدبر او اجتهاد منهم، ان هم قالوا ان الاستغفار ده درجات. في حاجه اسمها استغفار الذنوب، يعني اللي هو انا بستغفر علشان ذنوبي تطلع، يعني تروح مني خلاص. فالفكره ان هنا حد يقول لك طب ما احنا بنستغفر، هو في حاجه تانية استغفر عشانها تطلع في الاستغفار ده حاجه عظيمه وانا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش اعرف، ويمكن كذا مره اقول لكم في حاجات ما بعرفهاش بحب اشارككم معايا. تعالوا بقى نمسك الموضوع كده. سبحان الله، الاستغفار ده انت عارفين ان الاستغفار من مستوياته بيغفر الذنوب، وفي من مستوياته بيجيب مال وبنين. طيب انا لو خلاص وصلت لده اللي هو مثلا قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. طب لو انا وصلت لده خلاص انا عندي اموال وبنين، ويعني هو مفيش حد بيحس ان هو ذنوبه يعني غفرت، بس حاسس ان هو حد الى حد ما بقى كويس. هل انا استخدم الاستغفار في حاجه تانية؟ سبحان الله ممكن يجي لك تاني، يعني سبحان الله حاجه تانية اللي هي اسمها ايه؟ الرؤيه، الرؤيه المعرفه، رؤيه المعرفه بالعلم الواعي. هنا بيحصل فيها حاجه اسمها الهدى، ان الاستغفار بيعمل هدى. سبحان الله لما بتعمله بتحس ان في استبصار اكتر، تحس انك مبصره اكتر، تحس انك بتفهمي اكتر، تحس ان في ادراك اكتر، ساعات كده تحسي ان ربنا بيفتح لك حاجه. النهارده جينا كده طبينا عليها. عايزه اقول لكم ان انا كنت رايحه اجيب عيش. منوريني والله كلكم حبيبتي والله. طبعا معانا استاذه هبه القمر، باش مهندسه هبه قد الدنيا والله بجد، صاحبه بورتو ديكور، والنهارده احنا في بورتو ديكور. انا بفرح اول ما يقولوا لي جايين طبعا مدام ليلى. بصي حبيبتي والله حبيبي والله يا حبيبتي، انا عايزه اقول لكم ان انا نفسي والله بنبهر باللي هي بتعمله. اللهم بارك يا رب ويزيد ويحسن ما بين ايديها. من احسن جاليري هنا في بورسعيد من ناحيه الفينش ومن ناحيه الاسعار. بصوا عايزه اقول لكم هبه والله بتقعد معايا على الخاص تقول لي انا حابه اجيب احسن حاجه، وقدامي حاجات مش لطيفه وما بحبش اجيبها طبعا عشان السمعه وكده. فالنهارده هنعمل انبوكسنج، هنعمل انبوكسنج تتفرجوا معايا كده حاجه اصلا خاصه بيكم ان انتوا تطلعوا كده يعني شايفين حاجه قبل ما هي تتعرض، ويختاروا معاكي بعد كده الفيديو الجاي تجيبهم ايه يتصور بقى عندك في البيت، يعني تختاروا مشتريات. ايوه بالظبط ان شاء الله. كومنتات ايه اللي عجبهم. ماشي يلا بينا كده بقى. ايه اول حاجه يا هوبه عامله لنا ايه مفاجآت بقى؟ المجات معانا النهارده تشكيل مجات فظيع، مجات شيء يا نهار ابيض اللهم بارك. ده جبته لك مفاجاه. انا عايزه اقول لك ان انا اصلا كنت هبعت لك اقول لك هبه انا عايزه من ده. لا برافو، في منه الاحمر والبينك تحفه يا هبه، تحفه تحفه تحفه، جميل جدا. طيب اللي بعده نكمل المجات. بصي قبل المجات علشان احنا معانا البطابيط دي اللي هتهبل الدنيا. طب بطتي فين؟ لا البطه اللي على الكل حاطه. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ده مش البطه دي صح؟ دي بطابيط بتتعلق في العربيات. لا دي بتاعت العربيه. تحفه يا هوبه. تفاصيل الديتيلز خطيره خطيره خطيره، تحفه تحفه تحفه. ده هي ماسكه ايه ده؟ ده كوبايه ده عامله بالشاليمون كله في قمر. ده اول شكل. هم 9 اشكال جميله 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 اللهم بارك. ده بقى باللون البني، الثانيه تقريبا بينك صح؟ تحفه يا هوبه. دي تتحط في العربيه صح؟ فظيعه، تتعلق كده في العربيه. هي دي البطه اللي على الكل حاطه. هي والنضاره يعني كلها حاجات مجسمات تفاصيلها حلوه يا هبه. لا والفينش يا بنات والله بجد تحفه. لا انا دلوقتي صدقتك لما بتقولي لا بطه العربيه حاجه ثانيه. لا انا في ناس قالوا لي هيشيلوا من التعليقه وهيحطوها على الرفوف عادي خالص زي بطه دي بقى باللون الاسود تقريبا صح؟ او بيضه وهي اللي حواليها بس سلسله كده ونضاره لا دي كيوت خالص دي فظيعه.
عشان هتتكرر معانا. الله، ده بينك برضو؟ دي بينك برضو كده. حلوه. دي طويله ولابسه طاقيه بينك ما هي بيتغير في السلسله صح؟ يعني هي السلسله هي اللي بتتغير. الاكسسوارز اللي معانا. بصوا بقى، هبه طبعا جننتني وقعدت اقول لها استنلي، وعلى فكره فاجئتني، انا ما كنتش متخيله. اللهم بارك، ده بقى تحفه تحفه تحفه. احكي لنا بقى الحوار. بصي، هي دي ماركه، يعني انت لو سرشي على امازون او اكتبي في جوجل الماركه دي من الماركات الاصليه الخطيره في الستانلي، مش الحاجات الكوبي يعني. طبعا محكمه الغلق. ايوه، دي هنا علشان تبقى محكمه الغلق. بيجي معاها هنا الشاليمو طبعا في الكرتونه. تيجي دي الفيونكه اللي بتغطي بيها الشاليمو، عشان حتى الشاليمو وانتي حطاها ما بتفضيش اللي فيه عشان يبقى محكمه. طبعا اخده الختم بتاع الستانلس. ده ستانلس حراري بيحفظ سخن وبارد. على امازون كمان مكتوب اللي هو بيحفظ 24 ساعه، يعني هو الطبيعي اللي هو بيحفظ 12 ساعه، بس هو ممكن كمان يحفظ اكتر من كده. طبعا الهبه ده عشان يشجعنا عشان الرياضه طبعا. طبعا الشاليمو ستانلس. وعلى فكره بيشجع كمان في حاجه، الناس اللي هم اصلا ما بيشربوش ميه كتير، وبيجي في الكتالوج. طبعا دي من الحاجات اللي هي الماركات اللي هي اصليه يعني. اللون ده البينك بقى. البيبي بينك طبعا فظيع. ده الموديل التاني. ما جبتش من ده لا، موجود تحفه تفاصيل. بصوا التفاصيل. هات لنا كده فلاش يا سما بعد اذنك. لفي كده هبه. تحفه 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 بجد. طبعا ده 1200 مللي، يعني بياخد اكتر من لتر. وريني كده من تحت معلش. بيجي طبعا معاه الكتالوج والختم برده مختوم من جوه وكل حاجه. خرافي اللهم بارك. هتلاقيه مختوم، وهتلاقي معاه الفيونكه اللي بتقفل الشاليمو. شاليمو ستانلس، هو ستانلس مختوم. ده بقى ايه بقى هبه؟ ده مختلف يعني؟ بس مقاسه اصغر. الله، تقريبا 850 مللي. اللهم بارك. بس بقى تفاصيله ده بقى اللي هيعجبك قوي للجيم. تحفه قوي يا هبه. ايه الطعم؟ الحاجات دي بارزه تحفه. بصوا بنات، الطعم والجمال والشياكه. على فكره عايزه اقول لك ان في الجيم في ناس مدمنين. مش عارفه ده بيتعلق ازاي. بيتعلق هنا ده. بصي برده ده هنا حتى الشاليمو مقفوله. جميله قوي ما شاء الله، اللهم بارك. ماشي برضه ستانلس خرافي. تحفه شياكه. بصي يعني ده بتاع المشاوير السريعه. بس ده مش 100,000 وي. لا ده تقريبا 850. ايوه. والقمر ده بقى وريني كده طعمه. اللهم بارك بجد، اللهم بارك. تحفه يا هبه تحفه. ده بصي الذوق الرقيق اللي هو زي ذوقك. ده يتجاب هديه. رقيق جدا. الى احدهم اريد هذا هديه. الى احدهم. اخد لي بالك انت احدهم. حلو ده، جميل تحفه. البوله القمر اللي في كده تحفه. هو ده يشتغل مشروبات سخنه ويشتغل شوربه. والله العظيم. شوربه. يعني مثلا كورن فليكس والحاجات دي صح؟ ممكن. مشجعين الاندوميات. لا مفيش اندوميات. يلا. ليمون. ايوه تحفه يا هبه. اعمليه بقى. طبعا فراولاتي. ايه الطعمه دي؟ اللهم بارك. تحفه قوي يا هبه. ريحتهم على فكره يا بنات خرافيه. حلو قوي يا هبه الميكس ده. يا جماعه اللي بيسالوني نجيب مجات منين ونعمل منين، يا جماعه بصوا ما شافوش بورتو ديكور يا جماعه، ما شافوش. اللهم بارك. بصوا شايفين فراشتي دي؟ شوفي بقى كده. على فكره يا بنات الايد، يعني هي ايد الكوبايه صح يا هبه، والفراشه هبه. بينك. بصوا ده الشكل التاني يا بنات. قمر قوي برضو. هتلاقي صور ليه على بنترست فظيعه. يعني ده الكوفي بريك بقى، والمشروبات برضو السخنه بس طبعا ده مستورد، فما نخافش من الاستخدام. وريه بقى طعمه. ايوه بقى هو ده. ايه طعمه الكمال ما شاء الله. بارز كده فظيع. طبعا الشغل ده مستورد فاستخدامه بيكون كويس. ايوه تحفه. بصوا بقى فراولات بقى الطعامه والحلاوه بتاعت بورتو ديكور. العنوان بتاعنا التميز، يعني انتوا تيجي تقولوا العنوان بورتو ديكور ايه، اقول لكم التميز يا جماعه. جمال بقى والطعامه. تعالي كده يا هبه بقى وريني.
قولي لي بقى ايه الحوار؟ في حد يعمل كده في الدنيا؟ عندنا بس الصابون ده عندنا ده صابون يا بنات، لكم ان تتخيلوا. بتحطيه كده بتعلقيه على الحوض، على حوض المطبخ. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تعطيل فظيع، تحفه يا هبه، تحفه بجد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا بنات، بصوا. وطبعا العروسه بقى وهي بتجيب الهدوم بتاعتها تحطها. طب بس انا عروسه انا عروسه من اول وجديد، انا تحفه ما شاء الله. انت عارفه بصي ممكن نعمل كده ايه، نعلقه فعلا حركات بركات. رايكم يا بنات؟ بصوا يعني مدلعين العرايس يا بنات، اتجوزوا يلا توكلوا على الله. اللي هو الصابون بتاع زمان اللي كانوا بيبقوا مع بعض. ايوه تحفه بنات، ريحته خرافه. هبه ده مستورد صح؟ طبعا مستورد. بصوا بنات الجمال، يطعمتوا بجد تحفه. اللهم بارك يا رب واحفظ، ربنا يحسن بيعهم يا رب. بصي بقى، عندما يجتمع اليوتيوبر مع الجاليري تيجي، اللهم بارك. انت تجيبي لي بطاتي ماليش دعوه، انا عايزه البطه بتاعتي بالله عليكي. بصوا الجمال بقى الطعمه. قولوا لي بقى تفتكروا بقى ممكن اخد ايه بقى؟ قولوا لي ممكن اخد ايه، اقترحوا عليا. اللي هيقولوه بقى هخليه في الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا هبه، يا رب دايما في تميز يا حبيبتي، واشوفك من انجح واحسن الناس. يلا يا بنات، باي باي. بصوا بقى هنا كده كنت خلاص، اللي هو عارفين بقى دون اللي هو اسمه ايه يا ولاد، اللي هو سان جورج جنب جاليري بتاع هبه. فانا اصلا كده كنت رايحه اجيب عيش، البنات العيش بتاعه اللي هو الحبه الكامله ده جميل قوي. وبصراحه لقيت شويه مخبوزات كده، بقول يعني اللي بيحب الحبه الكامله او بيحب الحاجات التانية برضه ممكن يتفرج يعني يستفاد. عندهم هناك برضه اللي هي الحاجات اللي هي شبه المعجنات اللي هي اسمها ايه يا بنات دي، مناقيش البقسماط وحاجات كتير قوي قوي قوي، حاجات بالعجوه، واللهم بارك برضو ما شاء الله، وتشكيله بيتي فرو واسمه ايه ده، وبسكوت. بقى لي فتره الحمد لله مبطله الحاجات دي. كان حد سالني ليلى انت نظامك ايه في الجيم وكده. بص انا عايزه اقول لكم على حاجه، لو بتتكلموا على التمارين، حد كان سالني بصي هو التمارين 3 حاجات، جنرال اللي هو الجسم كامل، وابر اللي هو العلوي اللي هو الشيست والظهر، والليج اللي هو الرجلين. تمام. بالنسبه لي حد قال لي طب انت بتلعبي ايه، كارديو ولا ايه ولا مقاومه؟ انا بحب تمارين المقاومه وما بحبش الكارديو، رغم ان ماشي ممكن اخش بس حاجه تافهه قوي يعني. ليه؟ لان انا عندي فقرتين في الظهر 5 و6، فما بنطش، انا ما بنطش يعني. انا حتى اي حاجه عندهم فيها نط انا ما بنطش. وكمان بينبهوا على الناس اللي بتبقى ركبهم مثلا بيقلقوا منها مش عارفه ايه، في ناس اصلا ما عندهمش مشاكل في الركبه بس بيحبوا يحافظوا عليها، ما يدوهاش ايه نطه غلط كده. فطبعا في اي مكان لازم تكوني مع حد مدرب فاهم كويس قوي، واعي وعارف انت بتعملي ايه، فاهماني؟ انا بقى كده كنت خلاص تمام. اوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها من عند هبه. السلم القمر ده كده بتاع المطبخ، هو مكون يعني بصي ممكن تحطي فيه فوطين. بتجيبي الفوط اللي هي بتاعت قلت لك عليها ايه هبه، نسيتها، ايكيا تقريبا، انا قلت لها كده. مش عارفه لسه اشوف هبه هتجيبهم عاملين ازاي وهوريها لكم. هو اللي على فكره ده التقفيل بتاعه حلو قوي بنات، الخشب بتاعه جميل جدا، اللون بتاعه رايق خالص، ما تحسيش ان هو الايه الخشب الغامق ولا الفاتح قوي، يعني تحس ان هو لونه في النص كده مدي اصفر يليق مع الليمون اللي انا عاملاه في المطبخ. فانتظروا بقى التنسيق، هتبقى تجنن. طبعا ما قدرتش اقاوم المج القمر ده اللي بالفيونكه البينك، فتحفه تحفه تحفه يا بنات، في حته ثانيه خالص، تحس ان هيبقى مع الحاجات البينك تحفه. طبعا وقعدت اللي هي الحاجات اللي هي الفقاقيع اللي هي اللي اسمها ايه، اللي دي اللي ايه مش عارفه اللي بتعمل صوت دي. المهم والستانلي جبته كده عشان اصوره لكم. هو اللي فيه اللي هو ايه اللهم بارك اللي هي اللولي ده، اللي كان فيه اللولي يا بنات، اللي هو كان لونه بيج وكان فيه لولي اللي هو انا يعني، والشاليمو بتاعه يا بنات ستانلس. عايزه اقول لكم ان الخامه دي هبه قالت لي ان هي مش بتسرب، الخامه دي سخن وبارد. تمام. ده كده برضو ستانلي تاني. هنا كده استعنت بسما، قلت لها سما تعالي معلش ساعديني عشان نعمل الريفيو انبوكسنج كده. ده احنا شفناه، ما شفناهوش قصدي عند هبه. ده اللون بقى التاني تقريبا ولا شفناه؟ لا شفناه. ده اللون اللي هو ليه لون بينك كمان، يعني من اللون ده في البينك وفي الاوف وايت. عايزه اقول لكم ان التفاصيل بتاعته بجد يا بنات جميله جدا جدا جدا. الفينيشنج اللهم بارك اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه.
طبعا انا عملت سيرش على الماركه دي جامده يعني. بصوا الماركه دي في الستانلي ده البراند الاصلي بتاعها، يعني ده الاصلي بتاعها خلاص، ده الماركه بتاعتها فاهماني. ده اللتر ونص، وده بيساعد الناس اللي هم انا واحده من الناس وعندي مشكله كبيره جدا، وهقول لكم بعمل ايه عشان موضوع الكلى. ما بشربش ميه كتير، انا ما بشربش ميه كتير، فبجيب بنقع ميه والبان دكر ميه والبان دكر وبس. المهم ده بقى ده منظر الستانلي، وشكله اللهم بارك الفينش بتاعه جميل جدا، واللهم بارك تحفه، والغطا بتاعه حلو قوي ومحكم. عشان في ناس قالك بتسرب، اللي بيسرب يا بنات اللي هي اللي اسمها ايه، الفئات الصغيره، اللي لا مش الفئات، ما اسمهاش فئات، الخامه الاقل من دي، ايوه كده. فهنا بقى بنحط الشاليمو الستانلس. والقمر دي قمر قوي الفيونكه يا بنات دي. بصي لو انت مش عايزه تحطي الفيونكه، في ناس ما يحطوش الفيونكه اللي هي بتاعه الغطا ويحطوا دي للشرب، بس انا مش عارفه، انا قعدت افكر انا وسما يعني بعد ما قفلنا معاكم الفيديو، حسيت ان مش عارفه بنشيل دي ونحط الفيونكه ولا ايه. اللي يعرف يقول لي يعني. احنا بصي هنا سما بقول لها عشان نركب الفيونكه لازم نشيل دي، ودي معموله ان انت لما تيجي تاخدي منها الميه ما تبقاش بتاخدي من الستانلس، بتاخدي من البلاستيك، صح؟ طب احنا كده صح ولا في حاجه غلط؟ انا مش عارفه. انا قعدت انا وسما كده نحاول، فما مش عارفه. فسما قالت لي لا هي المفروض احنا نحط دي كده، ومش عارفه هنشيل يعني معقول ونحط البتاع، اكيد في حاجه غلط. فانا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه انا مش فاهماها. فاللي مجرب الحاجات دي وعارفها يقول لي تحت، وبجد مبسوطه جدا من التفاعل بتاعكم. وشيروا الفيديوهات يا بنات، اللي بيحب ليلى فوزي بجد يشير الفيديوهات. اشوفكم على خير ان شاء الله يا احلى وارق فراولات في حياتي في الفيديو الجاي. محضركم مفاجآت كتير، ارد على اسئله كتير، مواضيع مهمه وشيقه، الترتيب الاخير والديكور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.